أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسويسة. معاكم أيتن عبدو. تعالوا النهاردة نتفرج مع بعض على شقة عروسة وعريس جديدة، وعايزين أول ما ندخل من باب شقتهم نقول ما شاء الله اللهم بارك للعروسين يا رب. ربنا يرزقهم بالسكينة والسعادة والفرحة والهنا في شقتهم، ويبارك لهم في كل حاجة فيها، ويرزقهم قادر يا كريم يا رب بالذرية الصالحة. مقابل باب الشقة هنا على طول معانا البانكت حاطين فيه الأحذية الخاصة بالشقة، وفوقيه موجود الشاشة زي ما انتوا شايفين. مقابل ليهم هنا في الاتنين فوتيه، وفي نصهم محطوط هنا الدفاية حاطين عليها طبق التسالي ده بالشكل ده، هو لونه تقريبا نفس لون الاتنين فوتيه بالظبط. معانا هنا بقى البابين، ده باب غرفة النوم والباب التاني باب غرفة الأطفال، عملت لها التوين بالظبط نفس الشكل مع اختلاف اتجاه الوردة زي ما انتوا شايفين. طبعا المروحة مش مكانها هنا، احنا كنا حاطينها هنا عشان تهوي بس مش اكتر، لان في اماكن هما لمعوها بعد ما فرشنا. مقابل بقى للاتنين فوتيه مفتوح هنا الارش الموجود فيه الصالون زي ما انتم شايفين ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يبارك يا رب. الصالون بتاعها مكون من كنبتين، كنبة كبيرة وكنبة صغيرة واتنين فوتيه، والاتنين فوتيه الصغيرين اللي احنا كنا حاطينهم برا. على ترابيزة الصالون حطينا شيالة الكحك والوراقة، وكمان حطينا البونبونيرة. وده كده كان الشكل العام للصالون. هي بتحب السجاد الفاتح جدا، فاغلب السجاد اللي جايباها سجاد فاتح. ربنا يبارك لها يا رب في كل حاجة عندها ويعينها كمان على تنظيف السجاد. ده كده كان الشكل العام للريسبشن معانا كامل. تعالوا بقى ندخل على الغرف. وده كده شكل الاطواق عن قرب. انا عملت لها الطوق باللولي ودمجت لها الورد، هو نفس الورد زي ما قلت لكم في البابين، وكمان حتى باب الشقه نفس الورد اللي موجود في الاطواق دي عملت لها برضو في الورد اللي موجود على طوق باب الشقه. وقولوا لي كده ايه رايكم في فكره الاطواق. كانت حابه ان انا اعمل لها اجواء البلالين، برغم ان انا بقالي فتره كبيره جدا ما بعملهاش لاي عروسه من العرايس، فعملتها لها بناء على طلبها. اما ده بقى كان شكل التسريحة، حطت لها البرفانات الاوريجينال عليها، وحطينا الكومود في نص التسريحة. يعني التسريحة اصلا فيها بس الجزئين اللي في الجنب، والجزء اللي فوق ده بيتحط عليها كده يعني مش قطعة ثابتة. فحطينا في نصهم الكومود عشان برضو نستغل الادراج اللي موجودة جوه الكومود تخدم التسريحة. اما هنا رسمت لها بالورد المجفف على السرير، فرشنا ملاية كده على المفرش، وبدأت ان انا ارسم عليها بالورد المجفف. بس كان قد ايه المفرش بتاعها ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، في منتهى الرقة والشياكة. عجبتني جدا المروحة، لونها نفس ستايل الغرفة بالظبط. وكنت فرشة لأخت العريس كان عندها برضه نفس المروحة، معرفش تفتكروا الفيديو بتاعها ولا لأ. اللي بيتابعوني من زمان هيلاقوا فيه شقة كنت مصورة فيها نفس المروحة دي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لونها مميز وشكلها مختلف. في دولاب غرفة النوم طبعا بنبدأ ان احنا نطبق اللبس الأول ونشوف مساحة اللبس تاخد معانا قد ايه، وبعد كده بنبدأ ننسق المفروشات. حطيت هنا الملايات بتاعة غرفة النوم 3/4 في الرف ده، وحطيت معاها 2 كوفرتا. اما هنا حطيت الفوط بالشكل ده، حاولت ان انا ابرز لها الفوط اللي عليها رسمة. وهنا كملت ملايات مع كوفرتا وحطيت عليها شريطة سترس كده بسيطة. بحب افصل بين يعني كل رف فوط ملايات عشان ميبقاش كل فوط ورا بعض كده. وهنا برضو كملت لها بقية الفوط، وتحت حطيت ملايات ومعاها برضو كوفرت. عروستنا اصلا ما شاء الله ذوقها كان راقي جدا، ومن الناس المحترمة جدا، اذا كان هي او مامتها. والله انا فاكرة يعني احنا بقالنا فترة على فكرة فرشين الشقة دي، فترة مش شوينة يعني. بس انا فاكرة قد ايه كان اليوم جميل معاهم، ربنا يصلح حالهم يا رب ويرزقهم بالخير. هنا السبت بتاع الغسيل، طبعا انا مش بحبذ ان سبت الغسيل يكون في التويلت خالص، هو خوص وشكله شيك جدا ما شاء الله. بحبذ الحاجات اللي هي البرايفت او الحاجه الخاصه قوي ان هي تكون داخل غرفه النوم افضل، او داخل مكان يعني مش سهل ان حد يطلع عليها. تمام، ده كده كان الشكل العام لغرفه النوم، ربنا يهنيهم في حياتهم يا رب. تعالوا بقى دلوقتي ندخل على غرفة الأطفال. وزي ما قلت لكم الورد عملته الاتجاه المختلف عن الطوق التاني. تعالوا بقى ندخل دلوقتي نتفرج على الغرفة بكل تفاصيلها. نفس فكرة المروحة اللي كانت موجودة في غرفة النوم موجودة برضه في غرفة الأطفال، مع تقسيمة الجبسن بورد بسيطة. تمام، ده هنا كان شكل غرفة الأطفال. طبعا الغرفة نفسها تقريبا مستغلة بالطول، فحطوا في الدولاب في نص الاتنين سرير، وحطوا التسريحة مقابل ليهم هنا، بحيث ان يبقى المكان اللي في نص اللي بين السريرين يكون مكان واسع ما يكونش ضيق، والغرفة نفسها يعني تقريبا تتاكل المساحة اللي فيها. طبعا انا بروح للعرايس بلاقيهم هم اوريدي حاطين العفش هنا، يعني مش بقدر ان انا اتحكم في اماكن العفش
في الحاجات دي خالص. يعني ممكن تبقى عروسة اصلا معلقة المراية بتاعة التسريحة او المراية بتاعة البوفيه او معلقة الشاشة في مكان معين، فانا ما اقدرش ان انا حتى ولو انا شايفة ان مكان الحاجة مش صح ما بقدرش ان انا اعدل على الكلام ده. بس انا شايفة ان هي كده عاملة الصح في الغرفة عشان تستغل المساحة اللي موجودة في نص الغرفة. هنا بقى الدولاب بتاع غرفة الأطفال، حاطط لها في الضرفة دي أول رف فوق لحاف بتاع أطفال وحاطط جنبه الفوط. هنا حاطط ملايات وجنبها كوفرتة أطفال وكمان عليها بعض الفوط. وهنا برضو حاطط لها بقية الملايات بتاعة الأطفال وجنبها دفاية وعليها برضو بعض الفوط. وتحت هنا حطيت اللحاف التاني وجنبه برضو فوط أطفال. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يا رب يهنيها بكل حاجة عندها ويفرحها بيها، قادر كريم يا رب يفرح كل عريس وراضي الناس كلها جميعا يا رب. في الضرفة دي حطينا بقية المفروشات كلها حتى في الشماعة، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لفينا بقية المفروشات. حطيت لها تحت هنا اللحافة والبطاطين، حطيت لها هنا 3 لحافة ما شاء الله، وحطيت معاهم بطانية ولفت لها اللحافة بالشكل ده. اما هنا حطيت بطانية اسباني وحطيت جنبها مفرش اللي هو مفرش الزينة بس لونه كشمير. فوق بقى المفرش ده انا بستشيره جدا، كنت في مره من المرات فرشالكوا نفس المفرش ده على سرير عروسه. هو مكون من مفرش قطيفه وكمان كفر لحاف ولحاف خفيف وملايه فيه كذا قطعه فيه كوفرتا. فما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، المفرش ده قمه في الشياكه والرقه. فحبيت ان انا ابروزه في الرف اللي فوق. اما هنا بقى حطيت لها البطاطين بتاعه الاطفال ومفارش القطيفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حطيت هنا البطاطين بتاعه الاطفال وحطيت عليها شريط ستان مع شريط مزجزج كده لونه اخضر، بما ان المفرش اللي فوق برضو داخل فيه اللون الاخضر فعملت نفس الفكره فوق. وحطيت في نصهم كوفرته خاصه بسرير غرفه النوم. وبكده يعتبر احنا اتفرجنا على مفروشات الغرفه كلها. تمام زي كده شكل السراير، وندي نظرة بس عامة كده عن التسريحة. كمان على فكرة استغلينا المساحة بتاعة الأدراج اللي فيها. عايزة أقول لكم حتى الأدراج بتاعة الدولاب ما شاء الله كان فيها مساحة إن احنا نخزن فيها فوط، فحطت لها بعض الفوط للاستخدام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا أحيانا بيبقى العمق بتاع الدرج نفسه مش مساعد، وأحيانا الخشب نفسه من جوه مبيبقاش ناعم، يعني بيقعد ينتش في الحاجة اللي موجودة جوه الأدراج. برضو هنا في الأدراج بتاعة التسريحة نفسها استغليناها وحطينا برضو فيها بعض الفوط بالشكل ده. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، حاجاتها كلها كان ذوقها عالي وقيمة. تعالوا بقى نتفرج دلوقتي على الوحدة دي أو الظرفة دي حطينا فيها ايه. حطيت لها هنا بقية الملايات الخاصة بغرفة الأطفال اللي هي ممكن تستخدمها في البداية بدل ما تشد من الدولاب وتكركب الظرف. واحنا أصلا كده كده الظرف عندنا في الدولاب اكتفت. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يا رب يهنيهم بحاجتهم. السجادة كمان اللي في غرفة الأطفال اللي كانت موجودة في الأرض كان ألوانها هادية وذوقها بسيط، وده أفضل طبعا. احنا دلوقتي هنطلع نتفرج على المطبخ مع بعض والتويليت آخر حاجة معانا في الشقة. ده لهم ربنا يهنيهم في حياتهم يا رب ويرزقهم بالخير. ده كده كان شكل الستاير. تعالوا بقى دلوقتي ندخل نتفرج على المطبخ. وعايزة أقول لكم إن المطبخ أو المكان ده معمول فيه أصلا تعديل معماري. اصلا المفروض ان مساحة المطبخ كانت تبقى يعتبر برضو اصغر من كده او في حاجة، يعني في تعديل اتعمل هنا في المكان. اول ما بندخل المطبخ هنا محطوط على طول التلاجة مقابل لينا، وفوق التلاجة معمول وحدة ما شاء الله بعمق كبير. اضطرينا ان احنا نحط حاجات كتيرة على الرخامة لان ما شاء الله كانت حاجاتها اصلا اكتر من الوحدات اللي موجودة. اما هنا البوتاجاز ده نفس نوع بوتاجاز اختي بالظبط، وعلى فكره هي كانت بتشكر لي فيه لان انا في متابعه من المتابعين دخلت عندي على الواتساب وبعتت لي سالتني يعني على موضوع البوتاجاز ده، فانا سالتها وهي قالت لي ان هو كويس. هنا بقى بقيه الحاجات اللي محطوطه على الرخامه من اطقم توزيع ومعالق وسكاكين وكل الحاجات بقى اللي العرايس بيستخدموها على الرخامه. لعلم عروستنا ما عندهاش نيش ولا عندها بوفيه، فلذلك معظم الحاجات اللي هي كانت جايباها للنيش اتحطت في المطبخ. فحطت لها هنا طقم شربات ودخلت معاه كاسات وكوبايات RCR. وهنا برضو دخلت كاسات وجنبها كده دخلت كوبايات لونها اسود في ذهبي، وحطيت معاها كاسات سادة. يعني حبيت ادمج بين الحاجات السادة مع الحاجات اللي داخل فيها اللون الاسود في ذهبي. حطيت لها فوق هنا طقم العشاء كامل ودخلت معاه طقم كوباية مية وعصير وشاي وقهوة.
عجبتني جدا ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. الكوبايات الكريستال دي خامتها حلوة جدا ولمعة الكريستال بتاعها جميلة، وكمان عجبني شكل الاطباق نفسها مميزة، فيها رسمة من تحت ومن فوق، يعني من فوق تحسوها فيها خطوط ومن تحت مشجرة، والعكس في السيرفيس الكبير. فما شاء الله كان الطقم بصراحة مميز. ويمكن انا مش بتشد قوي للحاجة، يعني الحاجات اللي عند العرايس، الا الحاجات اللي بحسها مختلفة. هنا حاطط لها بقية الطقم ده ما شاء الله كان طقم كامل، حطيت الفناجيل بتاعته بالبراد، وتحت حطيت البولة الكبيرة ومعاها بقية القطع. اما هنا بقى وزعنا الاجهزة، حطيت الخلاط والهاند بلندر والكبة وكل الحاجات اللي هي ممكن تحتاجها، وفوق كان في هاند بلندر تاني لونه ابيض، وحطيت معاه العصارة، وفي عندها ما شاء الله عصارتين، عصارة كبيرة وعصارة صغيرة. اما في الضرفة دي حطيت لها هنا الصينية اللي هي بالبراد والمجات بتاعته، وحطيت معاها كوبايات، وهنا حطيت لها كوبايات ومعاها بعض الفناجيل، ودخلت برضو في نصهم كاسات. اما هنا حطيت الصينية الخشب بتاعة الطقم نفسه، تقريبا ما كانتش داخلة فوق عشان الطقم نفسه حجمه كبير، فكنت حطاها تحت بكيرف. يعتبر الضرفة دي هي النيش اللي معانا في الشقة، يعني الحاجات الكريستال اللي كانت موجودة تتحط النيش حطيناها هنا. حطيت لها فوق هنا طقم خشاف، ودخلت معاه طقم كاسات كريستال، ودخلت هنا برضو طقم شربات، ودخلت معاه طقم كاسات كريستال. حطيت هنا جزء من الطقم الصيني، وحطيت الطقم الشاي والجاتو، يعني دمجتهم لها هما الاتنين في رف، بحيث ان الظرف لما بتتقفل بيبان طقم الشاي لوحده وبيبان طقم الصيني لوحده. هنا حطيت بقية الطقم الصيني، وكملت لها بقية الكوبايات والكاسات اللي كانت موجودة عندها الزيادة في الوحدة دي. اما هنا تحت بقى وزعنا كل البلاستيكات ما شاء الله، حطيت لها الاطباق بلاستيك فوق، ووزعت تحت علب التلاجة، وكمان حطيت هنا طواجن بايركس ما كانش ليها اماكن معايا في بقية الادراج او في الظرف. حطيت لها هنا الرفايع في الادراج، فما شاء الله كان هي كمان كانت جايبه منظمات، وزعت لها فيها المعالق والشوك، وحطيت من ورا السكاكين عشان ما تبقاش يعني ممكن تعور حد او حاجه، وخليت جنب المنظم على طول المعالق الخشب. طبعا زي ما انتم متعودين مني ان اغلب العرايس لما بعمل حاجه بيغيروا في الحاجات اللي موجودة في الدرج، فلقيتهم برضو حطوا علبة دي وغيروا في الحاجات اللي كانت موجودة في الدرج. فبراحتهم بقى، خلاص احنا عملنا اللي علينا وهما بقى حرين. وزعنا بقى بقية الرفايع زي ما انتم شايفين في الأدراج اللي تحت. في الضرفة دي كانت حطيت فيها ما شاء الله كل الحلل، بأن هي أكبر ضرفة وفيها عمق كبير. وبما ان دي اكبر ضرفة واعمق ضرفة، حطيت لها فيها 3 اطقم حلل مع بعض، حطيت الاستانلس والسيراميك وكمان الجرانيت. والاستانلس هنا حطيت يعني جزء جوه وجزء زي ما انتوا شايفينه كده من بره، ما شاء الله استوعبت معانا كمية كويسة. اما تحت هنا حطيت الصواني بتاعة الفرن كلها فوق بعضها، وحطيت هنا القوالب واقفة في الجنب، وحطيت هنا البايركسات كده في النص دخلتها من جوه، وحطيت الطاسات اللي هي تستخدمها قربتها لايديها، وحطيت كمان حلة الضغط، ودي كمان طاسة بعمق شوية. وهنا حطيت لها القوالب البايركس، وحطيت كمان طواجن تحت، وحطيت جنبها هنا برضو القوالب العادية اللي هي سيراميك يعني او الجرانيت. وبكده اعتبر احنا اتفرجنا على كل تفاصيل الغرفة دي، ما شاء الله شالت يعني على قد ما نقدر نقول ان هي تشيل يعني. طبعا الوحدة اللي تحت الحوض انا ما بحبش خالص ان هي يكون تحتيها اي حاجة، علشان الصرف بتاع الوحدة. حطيت لها في اول رف تحت هنا الصواني بتاعة التقديم، والرف اللي فوقيه كان فيه جزء من الخزين. عجبتني فكرة البامب هنا ان هو او الادراج بتاعة التربو، يعني اللي معمول فيها هنا فتحات تهوية عشان تساعد ان الحاجة ما تبص. وعلقنا الشلال ده هنا بحيث ان هو يدي تاتش كده على المطبخ. اتمنى من الله ان انتوا تدعوا لاخواتنا الفلسطينيين في كل مكان، ان ربنا يا رب ينصرهم وينجيهم من كل سوء ومن كل شر يا رب. نصر يتعجب له اهل السماوات والارض. تعالوا نتفرج كده مع بعض على اخر حاجة معانا في الشقة، وهي التويلت. الوانه كانت الوان راقية جدا وهادية، كان فكرة الريشة دي برضو لطيفة فيه، ودايما بين الفواتح والغوامق. معمول هنا يونت تحت الحوض، والحوض نفسه موجود على رخامة زي ما انتوا شايفين كده. علقنا هنا البرامس، وكان موجود هنا المفروض كمان شاور، المفروض كان لسه هتقفل الازاز بتاعها. وهنا مقابل لينا على طول الغسالة، حاطين عليها السبتة دي اللي هي كانت جايبة طقم سبتة كامل اللي هو الكبير. حطينا زي ما انتوا شفتوا في غرفة النوم منه، وزعنا جزء في غرفة الأطفال، والباقي حطيناه هنا في التويلت.
وده كان شكل الدواسة اللي موجودة في الحمام. وكده خلاص فيديو النهاردة معانا خلص. اتمنى يكون محتوى الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناة، وما تنسوش تدعوا للعروسين دعوة حلوة ان ربنا يهنيهم في حياتهم ويرزقهم بالخير يا رب، ويبارك لهم في كل حاجة في شقتهم. وكان معاكم أيتن عبدو، صاحبة قناة فرش عرايس للسويسة. السلام عليكم.